ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. انا طبعا بسجل دلوقتي في الفجر علشان اشرح لكم الحاجات اللي تفيدكم، وفي نفس الوقت ما يخلصش رمضان غير وانت عارف كل حاجة في الكورس ده ان شاء الله. طبعا ده الحاجة اللي احنا نفذناها المرة اللي فاتت، تعريف بالشخص وكذا وكذا. وهستنى طبعا تطبيقاتكم على الجروب او على المنصة او على التليجرام. ابعت لي تطبيقاتك فورا بإذن الله. وما تنساش ان انت لو عايز تحترف المتاجر او تعمل منصات تعليمية، يا اما تكلمني احنا نعملها لك، او ان انت في كورسات لازم تاخدها علشان توصل للمستوى ده. الكورس ده بيعلمك انك تعمل مواقع تعريفية وتعرف الكونسبت بتاع التصميم. خلاص، يعني ده بيختصر عليك 80% من الطريق. بس طبعا لو عايز انك تختصر الجزء الباقي بالكورسات بتاعتنا، احنا عندنا المنصة بتاعتنا اشتراك سنوي $20 او 1000 جنيه. طبعا عشان تشترك بتكلمني على التليجرام شخصيا، او بتكلمني على الواتساب، وده هتلاقيه في الموقع اللي هو ده. هتلاقيه في جزئية التواصل معنا. اوكي. طبعا بتاخد اكسس على كل الحاجات او كل الكورسات اللي موجودة حاليا، او الكورسات كمان اللي هتكون موجودة طول السنة. بانتهاء السنة دي هيبقى فيه ان شاء الله 5 كورسات بإذن الله. فشوف، و1000 جنيه في مستقبلك، يعني ولا اي حاجة. طب هنبدأ النهاردة ان شاء الله ان احنا نلغي ده تماما، وهنبدأ نشرح ايه هو الكونتينر. بص بقى، الكونتينر ده طبعا طول ما انت ماشي، خش على الاستراكشر دي وشوف العناصر بتاعتك عشان ما يحصلش اي مشكلة. ابدأ ب انك تستخدم الاستراكشر دي في الاول، في بداية شغلك خالص يعني، عشان تنظم بس وتلاقي الدنيا تمام. طبعا الكونتينر هنا برضو بيسري عليه 3 حاجات بس. بدل ما هنا في كونتنت، في حاجة اسمها اللاي اوت. خلاص. طيب، ما هو الكونتينر؟ هو الاب الكبير. انا هسميه لك كده، اسمه الاب الكبير اللي بيحتضن العناصر. حلو الكلام، عمال اسهل لك اهو. ده الاب الكبير اللي بيحتضن العناصر. لو انا جبت تحتيه دخلت فيه كونتينر كده، وهو ده فعلا بقى بداية الشغل الحقيقي، هنسميه ايه؟ ده الابن للاب اللي فوق. حلو الكلام. طيب، لو انا جبت كده كونتينر، خليك معايا بس، احط كونتينر هنا. خلاص، يبقى ده ايه؟ ابن للاب اللي فوق. شايف السهولة؟ انا عشان اخد يعني عشان اشرح لك بالطريقة دي سنين من الخبرة عشان اخلص لك الموضوع ده في مفيش. خلاص. طب لو انا حطيت هيبقى ايه؟ لو حطيت كونتينر تاني، ابن الاب اللي فوق، صح كده ولا لا؟ ولو عملت اقعد اعمل كونتينر في كونتينر في كونتينر في كونتينر، خلاص هبدأ ان انا ايه؟ اخش ازود، وهتلاقي هنا ايه؟ الكونتينرات زادت بشكل كبير جدا. خلاص، احفظ دي، خلي دي كده معاك دايما، ان ايه؟ ان ده اب، وده ابن الاب ده، وده ابن الاب ده، وهكذا. خلاص. طيب، لكل هلغي تاني، لكل كونتينر منهم زي البيت بتاعك بالظبط كده. خلاص. لكل كونتينر منهم، انا لو جيت هنا وحطيت مثلا هيدنج، وحطيت ده، وحطيت كذا، حطيت اي حاجة تانية، فيديو مثلا، كلهم ده كده اللي هو ايه؟ الكونتينر الاب الكبير. لو جيت ان انا عملت على الاب الكبير، رحت على الاب الكبير اهو، ورحت في الادفانسد، ورحت على الموشن افكت، وعملت اي افكت، هيسمع في مين حضرتك؟ وعايزك تجرب الافكتات دي كلها. ده تاسك يعني. وما تنساش تعمل بابلش مع اي خطوة بتخلصها. طيب، هيسمع في مين؟ هيسمع في الثلاثة دول. طب لو انا رحت رايح وحطيت مثلا كونتينر تاني خالص بعيد عنه، ركز، هو كده الكونتينر تحت مين؟ تحت الاب الكبير كده، شايف اهو. يبقى برضو ده خاضع للموشن افكت. بص كده، هتلاقيه نزل معاهم وطلع معاهم اهو. شايف؟ عشان الحتة دي مهمة جدا. هتلاقيه خاضع لمين؟ للاب الكبير. طيب انا عايز اشيل، عايز اخلي ان مش عايز الكونتينر ده يا عم، عايز اعمل انا حاجة منفصلة زي الاب الكبير ده. هعمل ايه؟ عندك طريقتين. يا اما هناخد الاب الكبير ده ونعمل له حاجة اسمها دبليكيت بالشكل ده، يبقى في عندك ايه؟ عناصر فوق وعناصر تحت، وتخلي كل واحد منهم
ماشي على موشن افكت مختلف زي ما انت شايف كده. لو جيت عملت ريفرش، بابلش، ثم العين، شايف؟ بص، اول واحد ظهر بالفيد ان، وهنا ايه ظهر اللي هو الموشن افكت التاني. فهمت حاجة؟ طيب لو انت ما وصلتلكش، معناها ان ما يحويه العنصر ده هو ما هو متحكم فيه فقط. يعني الاب الكبير متحكم في واحد واثنين وثلاثة واربعة. حلو الكلام، متحكم فيهم حرفيا. تمام، يعني انت لو شلت ده من هنا كده فهو اتشال ايه من الاب الكبير، لكن اكيد مش هتشال من الصغير، من الاب التاني. حلو الكلام. طيب هندي مثال تاني. انا بس عايزك تشرب الموضوع ده لان هو مهم جدا. انا عندي دلوقتي كونتينر. الكونتينر ده يا عزيزي، يا عزيزي القارئ او يا عزيزي المستمع اللي هتنفذ ان شاء الله وربنا يكرمك، الكونتينر الاول خليني اكتب هنا كده ده الاب. طبعا ممكن تعمل كده وتعمل اللي هي الرينيم. ما لقيتش رينيم، تدوس على تو كليك او اتنين كليك. ده الاب الكونتينر بالشكل ده الاب كونتينر. حلو. بص بقى على الحركه دي. لو انا رحت هنا وزودت كونتينر تاني في نفس الكونتينر الاولاني، بص بقى ركز في الحته دي كويس قوي. انت كده عملت ايه؟ اب، بعد كده ده الكونتينر الكبير، وده الكونتينر الابن. حلو الكلام، ركز بقى معايا. انا حطيت هنا كونتينر اب وفيه كونتينر ابن، واهو. حلو الكلام، بالشكل ده. حط مثلا ايه، هاخد ده كده كوبي، وعادي انك تاخد عناصر تعمل كوبي وتحطها، بس خلي بالك انت بتحطها فين. عشان كده بقولك structure ده يبقى معاك دايما مفتوح. خلاص. لو انا رحت هنا في الكونتينر الابن الصغير ورحت عملت موشن افكت فيدن، هيسمع في مين؟ في العناصر اللي تحت. طب ما سمعش فوق ليه؟ لان ده يحكم اللي تحتيه وده يحكم اللي تحتيه. خلاص شربنا الحتة دي. طيب في حاجة بقى، تعال نشرح بقى ايه هو الكونتينر وايه هو الفليكس بوكس وايه هو الجريد. انا كده اديتك المبدأ ان ده يحكمه ايه وده يحكمه ايه، وقلت لك تشتغل ازاي كده لحد دلوقتي. دي كده الخطوة الأولى. في خطوة التانية هتفيدك جدا، ركز معايا قوي فيها عشان نشرب الكونتينر، لأن الموقع كله كونتينرات. لو خشيت على أي تصميم في الكون إليمنتور، كونتينرات كونتينرات، حتى لو بالأكواد برضو كونتينرات. هنروح هنا على الكونتينر الكبير. أنا عايز أخلي كونتينر يمين وكونتينر شمال. حلو الكلام. الشغل العملي بقى هقول لك إيه. الأب ده مالكش دعوة بيه. حلو الكلام، ركز معايا يا ابن الناس. ركز معايا وركزي معايا. هحط كونتينر وهحط كونتينر تاني. يبقى ده ايه؟ الاب. الاب طالما تحتيه اتنين يعني يتحكم في الاتنين. طب يتحكم في الاتنين في ايه؟ ده بقى اللي هنروح نشرحه دلوقتي. احنا قلنا ان في ثلاث حاجات: لاي اوت وستايل وادفانسد. ادفانسد هي نفس اللي في العناصر، هي اللي هتطبق على نفس الكونتينر، مفيش اي مشكله فيها. ستايل هي نفس الحكايه، بس هيختلف شويه في حاجات بسيطه. هيختلف ان انت هنا عندك كونتينر، يعني مكان كبير تقدر تحط فيه صوره او لون مع الصوره. ركز انت في العناصر. لما تيجي تحط هنا، هنجيب عنصر كده نشرح عليه. العنصر بتحط ايه؟ يا الاينمنت، يا لينك، يا تغيير فونت، يا تغيير خط، يا تغيير لون. ده كده عنصر. خلاص. لكن كونتينر عامل زي الكونتينر كده اللي بيشحن البضاعة. بيتغير في الاليمنتور في الباك جراوند اوفرلاي وهنعرفها، وحاجة اسمها البوردر. وسيبك من حاجة اسمها الجيب شيب ديفايدر، دي انا اصلا ما بحبش استخدمها. واللي بيستخدمها بحس ان موقعه دايما تعبان يعني، بصراحة. فانا جاي لك في المنجز وبسيط. اهم خانة في الكونتينر هي الخانة دي. اهم خانه في الكونتينر. لذلك انا هكبر كده واقول لك الدنيا فيها ماشيه ازاي. اللي اوت دي اهم خانه. هتروح هنا عندك في اللي اوت في حاجه اسمها فليكس بوكس
وهنعمل هنا كده فليكس بوكس زي ما هي. وفي حاجه اسمها جريد هنشرحها ان شاء الله في نفس الدرس ده. في حاجه اسمها الكونتينر ده بوكسد ولا فول ويدز. يعني ايه بوكسد؟ بوكسد يعني هو شايف كده في حدود ليه. يعني الموقع كله مثلا بيكون ايه، بيكون 1300 بكسل، يعني مسافته محدده. فاهمني؟ هنا 1140. لو انا عملت 1300 هتلاقي هنا بص، هتلاقي المسافة زادت. المسافة زادت. حلو الكلام. فانت بتشوف لازم طبعا الموقع كله يبقى على مقاس واحد. يعني لو عملت كونتينر 1300 لازم الموقع كله يبقى 1300. بس سيبه، ودي نصيحتي، سيبه زي ما هو نازل بالسين بتاعه او بحدوده كده ودنيته. وهقول لك لو عايز تغير كل ده مرة واحدة تعمل ايه. خلاص. وفي حاجة اسمها المين هايت. المين هايت ده هو الارتفاع يا سيدي الفاضل. بص كده، ده الارتفاع بتاع الكونتينر ده. وسيبك منه دلوقتي، سيبك منه، هعرفك انا. ونمسح كده عشان يطلع ايه القيمة الحقيقية. خلاص. وهنا في حاجة اسمها الدايركشن. الدايركشن دي مهمة بطريقة انت لا تتخيلها، وهندي عليها مثال دلوقتي حالا. كده انا حطيت كونتينر كبير في الابن اللي فوق، وده اخو الابن اللي فوق، ده الاخ التاني. يا عم خلينا نكتب هنا الأخ الأول والأخ التاني، لأن هما مين؟ ليهم أب واحد. امشي بالطريقة اللي أنا بقول لك عليها، اللي محدش بيشرحها أو بيكسل إن هو يشرحها، فما بيدكش العلم الكافي وتفضل أنت تايه ومش فاهم بتعمل إيه. لازم تفهم الكلام ده في الأول، بعد كده هنجري ما تقلقش. وهنعمل مواقع وهتبقى الموضوع بالنسبة لك زي المية كده بتشرب. خلاص. ده عنصر وده عنصر. حلو. انا عايز اللي بص، انا بفكر بالعقل قبل ما اشتغل وادي ايه، واديها نص نقل بالايه بالادوات. بفكر بالعقل. انا عايز الاتنين دول يبقوا على صف واحد. فجاء قال لك الفليكس بوكس فيها حاجه مهمه جدا اسمها الدايركشن. يعني ايه الدايركشن؟ يعني انا هتحكم في الاخ الاول والتاني من خلال الاتنين دول. يعني يا اما اخليهم جنب بعض او فوق بعض او فوق بعض معكوسين، او في الجنب اليمين او في الجنب الشمال. طبعا شوف الكلام ده، لو دوست على هنا على الدايركشن الاتنين بقوا جنب بعض، وكل واحد في الاتنين دول اخد 50% تلقائي. اخد 50% تلقائي. هنا 100%. لو صغرت كده هتصغر ايه في الشكل الحالي. انت فاهمني ازاي؟ تمام. فكده هو بيقسم لك بالظبط. بيقول لك والله انت اديتني عنصرين، الكونتينر الكبير، انت اديتني عنصرين، عايزهم جنب بعض ماشي، عايزهم تحت بعض زي ما هما ماشي، عايزهم ريفرس هما بس معكوسين ماشي، عايزهم لفوق برضو ماشي. طب عشان نبين الكلام ده هنعمل هنا واحد وهنعمل هنا اتنين. حلو الكلام. وهنروح على الكونتينر الكبير ونقول مع بعض كده انا عايزهم هما الاتنين الصف واحد. حلو الكلام. طيب انا عايزهم ريفرس يعني معكوسين، يعني اليمين تيجي شمال والشمال تيجي يمين، يبقى ريفرس. شايف؟ طب عايزهم تحت بعض وفوق بعض، تحت بعض او فوق بعض. ادي اتنين واحد هتيجي هنا في الريفرسد هتعكسهم. فهمت ازاي؟ واحد واتنين، اتنين وواحد، نفس ايه، نفس الموضوع. وعايز اقول لك ان انت تقدر تحط هنا عدد كبير من الكونتينرات بسهولة جدا. انك تيجي هنا مثلا على دبليكيت بالشكل ده، وهكذا دبليكيت دبليكيت إلى أجل غير مسمى. وهنا بقى المثال هيحلو معانا. عندك هنا مثلا ثلاثة، وعندك هنا أربعة، وعندك مثلا هنا إيه خمسة. يحلو معانا إزاي بقى؟ نروح على الكونتينر الكبير، نفس الكلام جنب بعض، طب تحت بعض، طب ريفرسد، طيب إيه في الجنب ده. شايف؟ فأنا بقول لك الحاجات دي فعلا هتفيدك جدا جدا في التطبيق بتاعك. فده كده شرح الدايركشن. طيب في حاجة عندنا اسمها جاستيفاي. بص كل عنصر فين؟ كل عنصر على الجانب الشمال. ركز، كل عنصر فين؟ على الجانب الشمال. طيب انا لو رحت على النص دي ايه اللي هيحصل؟ جاستيفاي كونتنت معناها ان المفروض ان كل محتوى يروح على اللي في النص. تمام. طب ليه ما فيش اي حاجة اتحركت هنا؟ لان ما فيش عنصر انا متحكم فيه. يبقى انا لازم طالما في عنصر يبقى اروح للكونتينر بتاعه واقول له ايه؟
كله خليهولي، خلي العنصر ده في النص. فهمت اللقطة دي؟ فهمت الحركة دي؟ لو انا رحت هنا، رحت على السنتر، مش هلاقي اي حاجة اتحركت، لان ده لا يحتوي على عناصر ولكنه يحتوي على كونتينرات. اذا ده ملوش غير الدايركشن بس بتاع اللي هو يتحكم في الكونتينرات الكبيرة فقط. ده اللي يحتضنهم كلهم، طالما مفيش عنصر فيه، طالما مفيش عنصر كده اهو، مفيش عنصر فيه هنا، مفيش عنصر في الكونتينر نفسه. طالما مفيش عنصر في الكونتينر نفسه. انا طلعت مثلا ايه عنصر اهو، لو طلعت عنصر هنا كده هيبان، هيخش مع الدايركشنز مع اللي هي الكونتينرات اللي موجودة دي. حلو الكلام. فاحنا ما بنعملش كده، ما بنحطش عناصر، بنحط كونتينر كبير ونحط ايه؟ الابناء بتوعه. في عنصر في الابناء يبقى اتحكم فيه من خلال justify content. نفس الكلام بيسري على البوتونز، وبيسري على الزراير، بيسري على اي شيء. هتحط صورة هتبقى في النص تلقائي، هتحط مثلا بوتون زرار هيبقى في النص تلقائي. حلو الكلام. وتبدأ ان انت ايه؟ تظبط الدنيا دي اهي، بقى في النص تلقائي. ويبدأ دايما نفتح الاستراكشر ويظبط. ادي عندي ايه؟ الكونتينر اهو، ركز معايا. خلاص. الاند، ايه الاند دي؟ لما يبقى فيه محتوى بيبقى فيه فوق وتحت وتحت، هي دي التحكمات بتاعتها. وحتى هو مصور لك اهو زي ما انت شايف. وفي حاجه اسمها سبيس بتوين، سيبك من الكلام ده، انا عايزك تطبق دي بنفسك. حلو الكلام. طيب هنا انا مثلا عايز الالاين ايتمز اللي موجوده جوه الكونتينر ده، اللي انا اصلا كده كده مختاره، خليها ايه؟ على الشمال، خليها على اليمين، خليها جاستيفاي او ستريتش بالشكل ده. وكده يبقى احنا خلصنا الموضوع ده تماما، وعرفنا الدنيا هنا ماشيه ازاي في الفليكس بوكس بامثله كتيره، وهندي امثله تانية ان شاء الله. امسح بقى الكونتينر ده خالص، وهنبدأ ان احنا نشرح موضوع الجريد. بس عايز أأكد على حاجة في الفليكس بوكس شوية، وهي حاجة مهمة جدا 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 جدا، ويا رب يعني ما ننساش حاجة تاني. احنا قلنا الكونتينر ده شايل دول، بعد كده هوديهم كده، فالكونتينرات اتقلبت ايه؟ لصف اهو، دايركشنز. اهم حاجة في الكونتينر الاب اللي لونه البنفسجي ده، دايما بتستخدم على الدايركشنز، حتى لو هو في اي مكان تاني مش في الاول. ركز. في حاجة مهمة جدا عايزك تاخد بالك منها. شايف ان في فصلات تلقائي، في فصلات كده مسافة كبيرة بيضة ما بين كل واحد والتاني، اتعملت بشكل تلقائي. حلو الكلام. طيب دي يا غالي انا اعملها ازاي؟ في عندك حاجة هنا اسمها الجاب. الجاب اهي، شايف الجاب الحلوة دي؟ فانا هو هنا حاطط 20 بشكل تلقائي كده. تمام. طيب حاطط الكولوم اللي هو العمود ده في 20 فوق اهي، و20 تحت. وحاطط في حاجة اسمها الجاب اللي هي الرو اللي هي الصف، 20 هنا و20 هنا. ركز ركز. بص انا هعمل ايه هنا؟ صفر. شفت الاختلاف؟ شفت الاختلاف؟ المسافة وسعت او مسافة ضيقت. مسافة في النص هنا ضيقت، وفي الكونتينر نفسه وسعت. حلو الكلام. طب تعالى حط 50 او 500، بص الشكل بقى عامل ازاي. المسافة بين كل كونتينر والتاني وسعت. طب من الاخر يا مهندس محمد، الجاب دي عبارة عن ايه؟ هي المسافة التلقائية اللي بيسيبها الكونتينر الاب الرئيسي في كل، يبقى في مسافة كده ما بين كل العناصر الأبناء اللي موجودة. مهما تزود هو كده كده تلقائي في مسافة بمقدار 20 اللي ممكن تغيرها وتحكم فيها وتكبرها وتصغرها ما بين كل عنصر والتاني بشكل تلقائي. وكان في أداة اسمها كولوم زمان، لازم كنت تعمل الحركة دي بشكل يدوي. عشان كده الكونتينر جاء ولغى فكرة انك تتعب نفسك في كل حركة كده. خلاص يا شباب. طيب هنيجي هنا تاني على الكونتينر، واتأكد ان انت هنا حاطط اللي هي البوكس بتاعك، وان البوكس تبع ايه؟ الموقع بتاعك بيكون مكتوب هنا، اللي هو الويدز بتاع العرض بتاع الويدز، العرض بتاع الموقع بتاعك لازم يبقى واحد ومكتوب هنا كده. انا لو عملت 1300 لازم ان انا ايه؟ بالظبط اخليهم على كل عنصر في الموقع، او كل كونتينر كبير لونه بنفسجي في الموقع. حلو الكلام يا شباب. خلاص. وهنا بقى عندك حاجة اسمها الباك جراوند. الباك جراوند او الصورة، هنيجي نعمل ايه؟ هنخفي التلاتة دول كده.
وهنخلي عنصر واحد بس هو اللي موجود. عندنا الأب الكبير، وعندنا هنا اللي هو الابن. حلو الكلام. طيب يا مهندس محمد، يا هندسة الحقنا يا هندسة، الحقنا يا هندسة، الابن الصغير. حلو الكلام. الحقنا يا هندسة، أنا عايز أحط صورة، والصورة لازق عليها الكلام. ركز بقى، أنت قلت إيه دلوقتي؟ أنت قلت عايز أحط صورة. اتحط فين الصورة؟ في الأب الكبير. طب تعالى نجرب مع بعض. احط انا وانت صورة في الاب الكبير. يلا بينا، روح على الايمج، ارفع مثلا الصورة دي بالشكل ده. ايه اللي طلع لك حضرتك؟ اللي طلع لك هو مجرد، لو انت رحت هنا كده مش هتلاقي اصلا ان في صورة محطوطة، هتلاقي في خط. طب ليه؟ لان العنصر ده انت ما اديتلهوش عرض، انت ما حطيتش عناصر ترفع الصورة دي، فانت ما اديتلهوش عرض. فاهمني ازاي؟ فلازم تديله عرض. تديله عرض ازاي؟ فهنروح على الكونتينر الكبير الاب ده، نديله عرض حاجة محترمة جدا اسمها المين هايت، او الارتفاع. لو انا رحت كده هتلاقي ايه؟ شايف الارتفاع راح تلقائي. لو انا رحت كده عملت بابلش، الارتفاع راح فين؟ اهو زي ما انت شايف، ظبط لك الصورة على الارتفاع اللي انت حطيته. ولو كبرت اكتر هيظبط لك الصورة اكبر اكتر. بس في هنا عندنا مشكلة، ان انا مش عايز اخلي العميل يقعد ينزل تحت ويلاقي صورة متكررة والكلام ده كله. فانا هعمل ايه؟ عندنا اختراع هنا كده في المين هايت، في موضوع الصور بالذات، حاجة اسمها بيكسل. انا هغيرها لحاجة اسمها في اتش، واديها 100. طب ايه اللي حصل ده؟ خليتها في اتش واديتها 100 ليه؟ عشان تبقى زي ما انت شايف كده على قد الشاشة بالظبط، على قد الشاشة بالملي. بمجرد ما العميل يفتح يلاقي ليلة العمر دي في وشه، وفي نفس الوقت مفيش أي حاجة تحتيها أهو. مفيش أي تكرار تحتيها. حطيت الصورة بمنتهى السهولة. وأزيدك من الشعر بيت، إن أنت كمان تقدر إنك تقللها شوية، 96% لو عندك هنا اللي هو هيدر، عشان يبقى العرض الهيدر والصورة الاتنين في نفس مستوى الشاشة بتاعت العميل. ما يضطرش حتى ان هو يعمل ايه، ينزل تحت كده شويه. هنظبطها ازاي؟ هنخلي دي كده 90%، طالما في هيدر هنا كده فوق، خليها 90%، ونشوف الشكل كده تمام. الشكل كده تمام. هنزل تحت او اخلي العميل ينزل تحت شويه؟ لا. يبقى لازم ان احنا نخليها كام؟ يبقى لازم نخليها 80%. طيب هل كده العميل مش هينزل تحت؟ لا، مش هينزل تحت خلاص. 80%، مفيش أي حاجة بتنزل وبتطلع، وأمورنا شغالة تمام. طب نزود شوية فوق ال 80%. العميل بينزل ويطلع بس بسنة بسيطة، والصورة كلها باينة. طيب أنا شايف إن الصورة اتاكلت يا مهندس محمد، الصورة اتاكلت. الصورة اتاكلت، هعمل فيها إيه؟ هروح على الكونتينر الأب الكبير، على الستايل، على المكان اللي إحنا حطينا فيه الصورة ده. هنلاقي فيه 4 حاجات لازم نخلي بالنا منهم كويس قوي، ودول بيتظبطوا مع أي صورة بتتحط. والحاجة اللي أنا بعملها دي بتتحط في الأول في حاجة اسمها هيرو سيكشن. هعيد لك الكلام ده كله، ما تخافش من اي حاجه، هنعمله بسرعه. انا في الهيرو سيكشن بحط الجزء ده هو اللي بيخطف العميل للموقع بتاعي ويخليه يكمل. فلازم احط فيه صوره، واظبط الصور اللي فيه، واحط فيه كمان نص، واحط فيه زرارين او زرار. حلو الكلام. فاحنا اول حاجه رحنا على الاب الكبير وحطينا صوره الستايل، وحطينا صوره، مفيش اي حاجه. بعد كده رحنا عملنا، مفيش حاجه صعبه يعني، لي اوت، ورحنا على الفي اتش من هايت دي. انا بسهلها عليك، خليها 82% لو في هيدر فوق، وخليها 100% لو مفيش هيدر فوق. حلو الكلام، حلو الكلام، جميل. وهنعمل ايه؟ هنروح على الكونتينر ده. افتكر معايا ان احنا قلنا بنتحكم في الدايركشن امتى؟ لما نلاقي حاجه بنفسجي كده كونتينر كبير، هنتحكم في الدايركشنز ده. طيب الدايركشن دي بقى، الاتجاهات دي هي اتجاه ايه؟ بتحكم في اتجاهات مين؟ بتحكم في اتجاهات كل الكونتينرات اللي موجودة تحت. سواء الابن الصغير ده كبر كده، بتحكم في كل الكونتينرات دي.
لكن اي حاجه جوه الكونتينر اللي هو اللون الرمادي ده، الكونتينر اللي لونه رمادي هو اللي يتحكم فيها. فهمت؟ في يا رب تكون الموضوع بسيط. خلاص كده. طيب، هبدأ ان انا الغي ايه الكونتينرات الحلوة دي، وهبدأ اشرح على كونتينر واحد بس. زي ما انت شايف، انا عايز الدايركشن هنا ان العناصر اللي تكون موجودة او الكونتينر اللي يكون موجود كلها تنزل لتحت. حلو الكلام. شفت اللي حصل؟ شفت اللي حصل؟ الكونتينر وبقى ايه؟ الابن الصغير، بس الابن الصغير طلع فوق. فهنروح على الأب ونجرب كده مع بعض. هنعمل حاجة هنا اسمها الأب الكبير، ونجرب إن إحنا ننزل الكونتينر ده تحت إزاي. هتروح على الدايركشن زي ما إحنا متعودين، وهنخش على سنتر. والكلام يعني خلاص عملت سنتر، خليها سنتر هنا كمان. خلاص كده. ركز بقى. عملت سنتر، خليها سنتر. خلاص. طيب، كده خلصنا موضوع الكونتينر اللي موجود جوه الكونتينر، وظبطنا الدايركشن، وظبطنا قبلها المين هايت، وظبطنا. هنعمل كنترول زد عشان نرجع للخطوة اللي كانت قبل كده. وظبطنا كمان موضوع الصورة. تعالى بقى نظبط مقاسات الصورة نفسها اللي هتتحط. وما تقلقش، هعمل مثال كامل تاني عشان اشرح لك الموضوع ده. الصورة دي انا شايفها مش كاملة، اكملها ازاي؟ عندك حاجة اسمها بوزيشن، خليها دايما سنتر سنتر. زي ما انت شايف كده اتغيرت، وبقت ايه؟ الكلام كله والصورة كلها واضحة. كده انا عملت ايه؟ انا جبت الصورة كلها في النص. جبت الصورة كلها في النص. وهنا في الاتاشمنت هخليها سكرول. طب ايه الفرق ما بين سكرول والفيكسد؟ الفرق بين سكرول والفيكسد مش هتشوفه دلوقتي، لكن هتشوفه لو في عناصر بعد كده. بس خلينا اظهره لك عشان تفهم بس الدنيا ماشية ازاي. انا كده عملت دبليكيت للاب الكبير اللي فيه العناصر عشان اعرفك حاجه معينه. اروح على اتاشمنت واخليها فيكسد. يعني ايه فيكسد؟ يعني طول ما انا بنزل. شايف؟ شايف اللي بيحصل؟ ده افكت حلو جدا. طول ما انا بنزل الصوره ثابته، فيكسد، ثابته. حلو الكلام. طيب، لو انا عايز اخليها سكرول، برجعها سكرول تاني، ما بتنزلش معايا. نشيل بقى المثال الكونتينر اللي تحت ده عشان كنت حاطه كمثال. هروح على حاجه اسمها الريبيت. ريبيت يعني ايه؟ ريبيت يعني تكرار. يعني انا لو عندي مثلا الصوره دي حجمها 300 في 300، هتلاقي انها متكرره. عارف يعني ايه 300 في 300؟ يعني 300 بكسل في 300 بكسل. طبعا دي مقاس صغير جدا. فطالما انا عامل على الريبيت او التكرار ان هو ديفولت او ريبيت، هتفضل الصوره متكرره كده بالظبط. ولو انا عامل الايمج ريزوليوشن او جوده الصوره قليله جدا كده، اللي هي 300 في 300 او 150 في 150 زي ما انت شايف، ورحت هنا عملت نو ريبيت، هتطلع الصورة زي ما انت شايف كده، صغيرة جدا. فانا بعمل الصورة دايما بتبقى فول معايا زي ما انت شايف كده، وبخليها نون ريبيت، ما تتكررش خالص. طب لو انا رحت عملت اللي هو ايه، مثلا اخدت مثلا كاستوم كده، او عملت ايه حاجة على ذوقي، فبعت مثلا بعت الصورة بالشكل ده، ورحت هنا عملت ريبيت. شايف اللي حصل؟ هو عوض الصورة. احنا غيرنا الدايركشن او الاتجاه بتاع الصورة، البوزيشن بتاع الصورة، يمين او شمال او في النص. خليتها انا ان في جزء منها مش موجود. بمجرد ما عملت ريبيت، ايه اللي حصل؟ الصورة باظت. الصورة باظت. فاهمني؟ الصورة لفت حوالين نفسها. فالصح ان انا اعمل ايه؟ ارجع ده كاستوم، اخليه سنتر سنتر او اي حاجه غير الكاستوم دي، وابدا ان انا في الريبيت اعمل نون او نو ريبيت. تطلع الصوره زي ما انت شايف بالحلاوه والطلاقه الحلوه دي. خلاص. طبعا ديسبلاي سايز خليها دايما كفر. دايما كفر. كفر دي يعني هو بيعمل فيت للصوره زي ما انت شايف كده. نخفي ده بس شويه كده. بيعمل فيت للصوره على حسب المقاس اللي موجود. طبعا هو ما غيرش حاجة فيها، لأن كده كده احنا مش عاملين المقاس 100%. لو 100% هتشوفها بقى بجد اللي هي ايه، الصورة كاملة يعني زي ما انت شايف كده. دي كده صورة كاملة. لكن لما احنا نعمل كنترول زد ونرجع ل 80%، هتحس ان الصورة اتضغطت شوية. وده طبيعي جدا. خلاص يا شباب. زي الفل. يبقى احنا كده خلصنا موضوع الصورة. هنبدأ نكتب على الصورة كلام. طب ازاي ابدا اكتب كلام على الصوره وفي خط واضح كبير كده زي ما انت شايف؟
ببدأ ان انا اروح على الكونتينر واروح على علامة ستايل، وهبدأ ان انا اخفي شوية من الكلام اللي موجود عشان الكلام اللي انا هكتبه يبان. فليلة العمر دي باينة. لو انا رحت كده ورحت مثلا عملت الالاينمنت على الاند، بص، شايف هل الكلام ده واضح مع الصورة؟ اكيد مليون في المية لا. مليون في المية لا. فانا عايز اخلي الكلام اللي هو الازرق ده يبان، وكليلة العمر دي يا دوب انها تبان. حلو الكلام. هعمل ايه؟ طبعا مش هعمل اي حاجة، مش هغير في طبيعة شغلي. انا مش هغير احط كلام على كلام لانه ما ينفعش. انا كل اللي هعمله ان هنقي منطقة ما فيهاش كلام، وابدا ان انا احط فيها الكلام هنا. او لو هي كلام هحط زرار هنا. فاهمني ازاي؟ فهمت ازاي؟ فهمت الموضوع ازاي؟ بس انا هعملها لك دلوقتي كمثال عشان تعرف الموضوع ماشي ازاي. كلام على كلام ما ينفعش. نقي منطقة ما فيهاش كلام وحط فيها الكلام. اروح على الكونتينر، اروح على الستايل بتاعي، وهاجي هنا في حاجة جديدة معانا اسمها باك جراوند اوفرلاي. يعني ايه باك جراوند اوفرلاي؟ انا عملت صورة هحط عليها طبقة. شكرا. خلاص انا عملت صورة هحط عليها طبقة عشان الكلام بتاعي يظهر. شكرا. تمام. طب الكلام بيتحط فين؟ بيتحط في كونتينر رمادي لوحده. طب الصورة بتتحط فين؟ بيتحط في كونتينر كبير لوحدها عشان يترسم عليها الكلام. الا بقى لو انت مش عايز انك تحط كلام على صورة، فابدأ فورا ان احنا نستخدم الكونتينر عادي خالص. تمام. هعمل لك كل ده تاني عشان تبقى فاهم. هاجي هنا واحط كلام على كلام، هروح على الكونتينر بتاعنا على الستايل، وهنزل على الباك جراوند اوفرلاي، وهروح هنا على الكلاسيك وهحط هنا حاجة اسمها درجة اللون او اللون بتاعي. شفت ايه اللي حصل؟ حطيت لون على الصورة فعمل ايه؟ كأنه حط شادو، او كأنه حط خلفية سوداء على الصورة، فأظهر لك الكلام اللي ايه اللي هنا ده. طب تعال نجرب اكتر ان احنا نزود هنا حاجة اسمها الاوباسيتي. الاوباسيتي دي هي درجة ظهور الاسود فوق الصورة. خلاص. الاوباسيتي هي درجة ظهور الاسود فوق الصورة، او زي ما انت شايف. 100% او واحد. لو كتبت هنا 100 في واحد او 100%، هتلاقي ايه؟ صغيرة كده. لو رجعت كده هتلاقي ايه؟ زي تحس ان الشمس بتطلع. فاهم ازاي؟ اهو. اخليها مثلا 69%. شايف الكلام ايه؟ ظهر زي ما انت شايف كده اهو. حلو. بس احنا مش عايزين الصورة سوداء، لذلك قلت لك عشان اخفي ليلة العمر دي مش هينفع ان انا اكتب كلام فوق كلام. فهعمل ايه؟ خلاص كلام مكتوب يا سيدي، ما تشيل الكلام. هو انت حبكت يعني؟ خلاص. وجيب الكونتينر اللي فوق ده يا حبيب قلبي، وابدأ ان انت روح على الباك جراوند واخفي الكلام ده كله. خلاص. وخلي الصورة ظاهرة منورة وليلة العمر وناس بتفرح. افرح معاهم انت كمان. واعمل هنا الايه البطن. وفي العنصر ده، بص انا ايه مسكت عنصر. حطيت عنصر فين؟ ركز. حطيت عنصر في الكونتينر ده، يبقى مين اللي يتحكم في ده؟ في العنصر ده البطن. يتحكم فيه الابن الصغير. يبقى اروح على الابن الصغير ده واعمل الدايركشنز بتاعتي زي ما انا عايز اهو. شايف؟ انا بلعب اهو اهو. حلو الكلام. فهنخلي العنصر بالشكل ده. وهنبدأ ان احنا نعمل تريكاه بسيطة. ان احنا هنستخدم أداة من أدواتنا النهاردة اللي هي اسمها كولر بيك، عشان اخد اللون الاصفر اللي موجود في الصورة بالشكل ده. وهبدأ ان انا اعمل ايه؟ اغير اللون اللي موجود هنا باللون الاصفر بتاعي. هروح هنا على الستايل، وهركز ده اسمه تكست كولر، يعني الخط اللي مكتوب على الزرار. وده الباك جراوند كولر اللي هو بالاخضر، هتاخده وتبدأ ان انت تحط اللون بتاع البراند بتاعك بالشكل ده، لان فعلا هو لون براند. طيب ركز معايا بقى. انا عايز احفظ لون البراند ده، احفظه ازاي؟ ده لون، مش عايز كل مره اروح واخد الكالر بيك وابدا ان انا اخد لون معين واحفظه والكلام ده. خطوه واحده تحفظ لك اللون ده عندك وتقدر تسترجعه في اي وقت، انك بتحط درجه اللون او الهيكس كالر بتاعك، وبتيجي هنا على حاجه اسمها الزائد، وبتكتب ده لون البراند الاول، وبتعمل كرييت. في اي وقت في الدنيا
تقدر انك تدوس على العلامة دي اللي هي الكرة الأرضية دي، ويظهر لك لون البراند بتاعك. دي تريكاية برضو لازم تستخدمها في شغل. طب انا شايف ان الاصفر ده مش هينفع مع الابيض، انا شايف كده ممكن تحط الاسود. حلو الكلام. وممكن اعمل ايه، هرجع بقى للبوتون بتاعي، هبدا ان انا اكتب الكلام اللي احنا بتاعنا اللي احنا عارفينه. احنا قلنا كونتنت دورها ايه، ستايل دورها ايه، وادفانسد دورها ايه، مش هنشرح تاني. هنبدا ان احنا نكتب هنا ابدا الان بتخصيص طلبك من موقع بكسورة. هو الموقع اللي احنا شغالين فيه اسمه بكسورة مثلا. هبدأ ان انا اعمل ايه، الخط مش عاجبني، الفونت مش عاجبني، الاتجاه مش عاجبني، يبقى انا بعمل ايه، بزين الكلام ده منين، من الستايل. هبدأ ان انا اروح على البوزيشن بتاع اللي هو الكلام نفسه، واخليه ايه في النص كده، اخلي ايه البطن بتاعي في النص بالشكل ده. تمام. ممكن نعمل مثلا استريتش، لا مش عايزين نعمل استريتش خالص. هو مش هيبقى ليه مش جاي معانا استريتش، عشان هو هنا انت اتحكمت في الكونتينر بالعنصر ده. بص كده العنصر اوله فين واخره فين اصلا. العنصر قلب ايه، العنصر قلب انلاين. انلاين يعني محدد بدايته ونهايته. طب انا عايز اخليه فول ويدز، هيبدأ ان هو يبقى عنصر حر طليق، وتقدر ان انت تروح على علامة بتاعت البوتون وتخليه يمشي في يمين وشمال وفي النص وستريتش. بس انا بقول لك نصيحة، ابدأ ان انت دايما روح على الكونتينر وتحكم في الجزء، او تحكم في العنصر من خلال الالاينمنت دي، او الالاين سيستم، او الايتمز. هيفيدك كتير جدا من انك تخلي العنصر كده ايه، مفتوح على الاخر. خلاص. خليه دايما اونلاين، لان انت ممكن تعمل ايه، تحط عنصر جنبيه، وتحط عنصر جنبيه كمان، وتخلي العناصر دي كلها على صف واحد، وتخلي العناصر دي كلها اللي هي في ستارت او سنتر زي ما انت شايف، او الاند اخليهم كلهم في الاخر، او ان انا اوسع السبيس بينهم شويه، او اضيقها سنه، او اضيقها سنه كمان. عشان كده بقول لك الكونتينر هو سحر، سحر في الموقع بتاعك، وهتستخدمه كتير جدا. طب انا مش محتاج الثلاث عناصر دول، اخفي عنصر عنصر زي ما انا شايف. يا اما اروح كده على العنصر واعمل ديليت من هنا، او من هنا ديليت، واتحكم في الكونتينر، وابدا ان انا احط الكونتينر ده في الستارت. هو حتى لما ده في الصوره بيقول لك ان العنصر هيبقى في الاول هنا، او في النص، او في الاخر هنا. يعني هو مساعدك كتير جدا اصلا. خلاص يا شباب، عرفنا الدنيا ماشيه ازاي. هروح هنا على الزرار بتاعنا، وابدا ان انا اروح على الستايل، وابدا برضو يا رب يكون كل ده بيسجل تمام. وابدا ان انا اروح هنا على التايبوجرافي، واختار الخط بتاعي زي ما احنا عارفين تجوان، تجوان بالشكل ده. وابدا ان انا اخلي الزرار ده مثلا هولد زي ما انت شايف، واخليه متاح ان انا اشوفه بالعين اكتر، فهكبر شويه كده. خلاص. فلو عميل أعمى يعني، ربنا يدينا طولة العمر والصحة، هيشوف الخط ده. خلاص كده. وطبعا ممكن أحفز العميل إن هو يعني يشتري مني، عن طريق إن أنا إيه، خلاص بص نزل انلاين، شايف العنصر نزل إزاي انلاين. حلو الكلام. فهبدأ إن أنا آخد العنصر ده أوديه هنا، يبقوا الاتنين جنب بعض. طب أنا مش عايزهم الاتنين جنب بعض، أنا عايز بص بفكر بالعقل، عايز الاتنين فوق بعض بالشكل ده، وعايز الاتنين يكونوا في الايه، في الستارت. بفكر بعقلي وانفذ بايدي، الموضوع سهل. خلاص. وهعمل هنا ايه، مثلا الستايل للكلام ده كله. وهبدأ طبعا في مكان اكتب فيه. حلو الكلام. هبدأ ان انا يدوس هنا واكتب، او ادوس هنا واكتب، ودي الاحسن. ابدأ، ابدأ رحلتك بخصم 50% على المنتجات. وهروح هنا هعمل ستايل، هاجي هنا اعمل 800. قلنا لازم الخط يبقى اكبر من مين، يبقى اكبر من البوتوم شوية كتير حقيقة، اكبر شوية كتير كده. بص انت حتى عينك هتألف الموضوع. والخط بتاع البوتوم اصغر شوية من الكلام. لازم العميل يقرا باليو اي، كيو اي لازم العميل يقرا اللي فوق، بعد كده يقرا الزرار.
بس مين الأهم هنا عندي؟ في مين العنصر الأهم؟ الزرار. عشان كده أنا حطيت له علامة إن اللون الأصفر ده الفاقع ده هيخطف العين الأول. فبرضه الاتنين عناصر مهمة، ولكن هو هيركز على التاني الأول. أبدأ بقى، هاجي هنا هعمل الخط بتاعي عشان أكبره شوية بدل ما هو شكله غريب كده. بكتب مثلا تجوان بالشكل ده. أبدأ إن أنا أشوف التصميم بتاعي ماشي ازاي. يبدأ رحلتك بخصم 50%. بس الابيض ده ظاهر مع الابيض ده، فهضطر ان انا اعمل ايه؟ اروح هنا على الكونتينر وباك جراوند اوفرلاي، واعلي السواد اللي موجود في الصورة دي. حلو الكلام. بس انا حاسس الاتنين دول قريبين من الكلام ده. هعمل ايه؟ هزود هزود اللاي اوت ويدز اللي عندي. شايف؟ بص انا لو زودت كده العرض زاد. العرض زاد فالكلام بعد. فالكلام بعد. خلاص. وابدا اروح على اعمل فاصله كده ما بين ده ومن ده وما بين العنصر ده. خلاص. ده كده السكشن الاول، او ده كده العنصر الاول. يعني يا رب يكون ان انا فدتك في الموضوع ده. هنعمل برضو اللي هو عنصر تاني مع بعض. خلاص. هنخلي ده كده وهنعمل حاجة تانية مع بعض. هعمل فليكس بوكس وهحط كده العناصر. أول خطوة بعملها دايما ده بتاع الدايركشنز. يبقى هنحط فيه إيه؟ يبقى أنا هنحط فيه عنصر. ركز معايا. حلو الكلام. طيب أنا عايز أعمل إيه؟ بفكر في الكلام أو بفكر في الحاجة قبل ما أنا أعملها. خلينا مثلا نعمل ده كمثال تاني. هنبدأ إن إحنا نحط نفس اللي إحنا كنا حاطينه الموقع اللي فات، أو التدريب اللي فات، اللي هو الثلاث عناصر. طب إيه هما الثلاث عناصر بتوعي؟ عندك الهيدنج، وعندك إيه التكست إديتور بالشكل ده، وعندك كمان عنصر ثالث معاهم وهو البوتن. شايف أنا عملت إيه؟ ببدأ إن أنا أعلمك وأخليك كمان تبني الهيكل الأول قبل حتى ما تعمل الدايركشنز. ابدأ بالطريقة اللي أنا بتبعها. ابدأ بالحاجة اللي أنا بشرحها لك، لان دي هتختصر عليك وقت كبير. الدايركشنز انا عايز ان ده هيرو سيكشن، يبقى ده ايه؟ لازم يروح على الفي اتش بالشكل ده. واختار مثلا 82%. ليه 82%؟ عشان فيه هيدر بالشكل ده. طيب العناصر اللي فوق ما اتحركتش، احركها ازاي؟ احركها عن طريق الكونتينر الكبير هيحرك ايه الكونتينر الصغير. لاحظ في مشكلة هنا حصلت. لاحظ ان في مشكلة هنا حصلت. العنصر بتاع الكونتينر ماسك العنصر ده بس، وسايب الاتنين دول طلقاء. ما ينفعش تحت أي ظرف تسيب عنصر لوحده من غير كونتينر. العناصر الاتنين دول اهو لا يتبعون، لا مش جوه يعني الكونتينر ده. يبقى احنا ناخدهم ايه وندخلهم بالظبط من الاستراكشر. عشان كده بقول لك ابدأ دايما من الاستراكشر. كده التلاتة تحت ايه كونتينر. تعرف ازاي؟ هتنزل الكونتينر وتطلعه كده. انا عايز ان العنصر ده يكون في نص في النص. في نص في النص. هعمل ازاي؟ اروح على الكونتينر الكبير، وعندي حاجه اسمها الدايركشن. العنصر الكبير دايركشن، راحوا في النص. بقوا ايه؟ في نص الشكل اهو. في نص الشكل عندك مساحه تحت ومساحه فوق في نص الشكل. وهنا في النص عشان يكونوا في النص كده. طيب في النص كده دي المفروض مين اللي يتحرك فيها؟ المفروض ان الكونتينر ده هو اللي يحرك العناصر اللي جواه بتاعته، يمتلكها، يحركها للنص. هروح هنا كده على السنتر واخليها هنا في السنتر. خلاص خلصنا. الامور تمام. طيب طب انا عايز ازود المسافات اللي في العناصر دي بدون ما انا مثلا اروح هنا واروح على الادفانسد واروح مثلا عاطي اقفل اللينك ده واروح عاطي مثلا 20، او عاطي هنا مثلا 20. مش عايز اعمل الكلام ده. اعملها ازاي؟ ازود المسافات ما بين العناصر دي ازاي وهم في الكونتينر ده؟ هروح على الكونتينر الجاب بدل ما هم 20 اخليهم 40. شفت الفرق؟ فصلت ما بين كل عنصر والتاني عرض وطول بمسافة او بمقاس 40. هلغي كده واخليهم 30. شفت بقى الحلويات؟ ما ده اللي انا بكلمك فيه. كل العناصر بتتفصل بشكل بسيط في الكونتينر. طيب انا كده خلصت اول حاجة. بنيت الكونتينر التاني، حطيت فيه العناصر بتاعتنا، وحطيت المسافات وظبطت الدنيا وعملت المين هايت وامورنا زي الفل. هروح هنا على الكونتينر التاني واحط الصورة بتاعتي، وليكن اي صورة
تانية، اي صورة مثلا، هات مثلا، هات صورة بلانك او صورة فاضية او اي حاجة. مثلا هات الصورة دي. خلاص، صورة وفي عليها كلام. طيب هنعمل ايه؟ هنروح نظبط الصورة ازاي؟ هنروح على الكونتينر اللي فيه الصورة، وده والله لا اكتبها، اللي فيه، اللي فيه الصورة، عشان مفيش حد يسألني تاني صراحة. الكونتينر اللي تحت اللي يحتوي على اللي فيه الكلام، وزي ما انت شايف كده. خلاص. طب اللي فيه الكلام مش باين، هنعمل فيه إيه؟ هنسيبه. طب اللي فيه الصورة، هنروح هنا هنظبط المقاسات بتاعتها، سنتر سنتر سكرول، وهنا نون ريبيت، وهنا هناخد ايه الكفر بتاعنا زي ما احنا. نعمل كده نلاقي فعلا الصورة بقت في النص وزي الفل. هنروح نعمل لها باك جراوند اوفرلاي زي ما انت شايف كده، اللون بتاعي اللي هو الاسود. وهنروح نزود ايه بالشكل ده، نزود لحد فين؟ لحد ما نلاقي الكلام باين وقادر ان انا اقراه. هنزود لحد 75. نعمل هنا بوينت بس كده، بوينت 75 بالشكل ده. طبعا الصورة واضحة شوية، يعني باين احنا بنبيع ايه، واضحة، وفي نفس الوقت الكلام واضح. فانا هاجي هنا على موقع رحال مثلا، يعني موقع رحال، ده موقع احنا عاملينه بالإليمنتور. هناخد مثلا الكلام الحلو ده. اه انا هنا عامل ان احنا، اه اوكي تمام. هنيجي مثلا ناخد الموضوع ده كده، وهنيجي ناخد الكلام اللي هنا، وهنيجي نعمل هنا ايه. انا جايب لك مثال سريع طبعا. الكلام انا نقلت الكلام، بص عليا، بص بص، انا نقلت الكلام في الستايل. يعني احنا بناخد الاول ايه، بنعمل العظم، بعد كده بنحط له الستايل، بعد كده بنظبط الايه الاطوال. خلاص. فهنيجي هنا وناخد عندنا هنا لينكين زي ما انت شايف. في حاجة اسمها البوك، البوك شيبمنت دي، هناخدها مثلا زي ما انت شايف كده. بدل ما نقعد ناخد كوبي بيست، هناخد واحدة بوك وواحدة اور كابابيلتي. يبقى احنا عندنا عنصرين. ركز معايا في اللي جاي بقى. هعمل ايه هنا؟ هعمل ايه هنا؟ هنا انا لو عملت كده هينزل تحت. ركز بقى في الحتة دي عشان دي حتة شائكة شوية. نزلت ايه، عملت ايه تحت؟ طب انا عايز الاتنين جنب بعض، اعملها ازاي؟ اعملها ازاي؟ هقول لك. ظبط كلامك الاول وانا هقول لك الزراير هتعملها ازاي. ظبط كلامك ازاي يعني؟ دي طبعا خلفية سوداء، يبقى لازم الكلام بأي لون غير الأسود. أنا هخلي الكلام كله بالأبيض، وهروح هنا وهعمل خط محترم جدا بالإنجليزي، وهو البوبينز. أنا بحب الخط ده جدا بالإنجليزي، بالعربي المراعي أو تجوال. وهبدأ إن أنا أروح على السايز وأكبر في السايز بتاعي زي ما أنا شايف. خلاص. واخلي العنصر بتاعي في النص. طبعا دي بتبقى تفضيلات شخصية، انا شفت ان ده كده هيبقى مناسب جدا. طيب تعال نشوف كده الشكل ابتدى يبان شوية ان في صورة وفي كلام والاتنين باينين. طيب تعال نبين اكتر. هنا مثلا انا شايف ان ده رمادي قوي، فهبدأ ان انا اخليه في النص برضو طبيعي، وهبدأ ان انا ابيضه شوية. ليه؟ عشان يبان والناس تعرف تقراه، احنا متفقين على كده. طيب انا هنا في العنصر ده، الجزء ده، عايز ان انا احد الكلام شوية. احده ازاي؟ يعني اخلي اليمين والشمال كأن مضغوط عليهم. هعملها ازاي دي بقى؟ هروح رايح على هنا، على كونتينر بالشكل ده، واروح احط الكلام ده في، طبعا طرق تانية بس اصعب شوية لسه هنشوفها في المستقبل، ولكن دي اسهل طريقة. هنا انت عملت عنصر كبير، سيكشن كبير، هنحط فيه كونتينر عادي، ده اللي هو الابن للي فوق. حلو الكلام. هاخد السيكشن ده واحطه هنا، او الجزء ده واحطه هنا. ده كده بقى ليه كونتينر مختلف، بس ما تنساش هو الريدايركشن بتاعه بس اللي ايه، اللي بيخضع لده. ركز، ركز. هنا بقى هروح اعمل حركة حلوة قوي، واخليها مثلا 150 هنا في الجزء ده.
طبعا ليه ما فيش اي حاجة حصلت؟ ليه؟ خلينا نشوف ليه هنا في الدايركشنز ده مفيش اي حاجة حصلت في الجزء ده. طيب ممكن نخليه انلاين بالشكل ده، وابدا ان انا اروح مثلا عامل. ليه اقول لك ليه الجاب؟ ليه؟ لان هنا الجاب مش كونتينر، سوري في الحتة دي انا اتلخبطت. بس ممكن تعمل حاجة حلوة قوي. هتيجي هنا في الكونتينر ده، ممكن تعمل ايه؟ تعمل 150 و150. حلو الكلام. ماشي، احنا تمام، احنا لحد دلوقتي تمام. ما تجيش جنب الجاب، ولكن انت بالطريقه الاسهل بكتير هتروح على الكونتينر وتعمل هنا 150 و150. حلو الكلام. طب نبص على الشكل. شايف كلام مكتوب واضح، بس الصغير ده محتاج يكبر شويه عشان الناس تقراه، لان ده كلام كتير. هروح على العنصر نفسه، وهروح على الستايل، وهبدأ ان انا اكبر شويه في الشكل ده بالشكل ده كده، واديله حاجه اسمها اللي هي الميديم، او اخليها نورمال. خليها لايت زي ما هي كده، تفضيلات شخصيه، بس الكلام واضح ومتشاف. طيب هنا بقى انا خليت لك الموضوع اسهل بكتير الصراحه بالكونتينر ده. لو انت مش عايز انك تعمل الكونتينر ده، هناخد ده كوبي وهنلغي ده خالص. نلغي العنصر ده وهنيجي هنا هنعمل بيست، اللي هو العنصر بتاعنا الأساسي اللي هو نفس الكونتينر. وهتروح هنا على الادفانسد، وهنخفي اللينك ده وتعمل 150 150. خلاص. لازم ما ينفعش يكون الشكل كده ان هو في كلام فوق و... والكلام اللي تحت عريض، لا لازم يتحد شوية. فاحنا عشان كده عملنا 150 و150. خلاص، يا تعمله بالكونتينر لوحده، يا اما يا تعمله بالكونتينر، يا اما ان هو يفضل لوحده. خلاص كده ركز بس معايا في الكلام ده. طيب فاضل جزء اخير، وده هنضطر ان احنا نعمل له كده كده الكونتينر. هنضطر نحط كونتينر جوه الكونتينر. خلاص، هنعمل كونتينر جديد كده، ونخليه خاضع لمين؟ نخليه خاضع للكونتينر ده اللي فوق ده، وننزله ايه في الاخر خالص كده. يبقى ده كده يحتوي على كل العناصر حتى بالكونتينر الجديد. بص بقى، هنيجي هنا ونحط الايه البطن، ونيجي هنا كمان ونحط ايه البطن، وناخد الكونتينر ده اللي بيتحكم فيهم بشكل كامل، ونعمله بالشكل ده، ونخليه في النص بالشكل ده. ريح دماغك، ريح دماغك زي ما انا بعمل اعمل. يبقى ده كده في كلام، واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة أهو. وده بيحتوي على اتنين خاضعين لمين؟ خاضعين لده. ده يقدر يعمل فيهم ايه؟ يقدر يحركهم كلهم. تمام. يقدر ان هو يعني ايه، يتحكم في العناصر الهيدنج والتكست اديتور دي. خلاص. طيب هل يقدر العنصر الكبير ده، شايف العنصر الكبير ده، هل نقدر ان احنا نخليه مثلا صفر؟ ما نقدرش. هل نقدر نخليه فوق الصفر؟ اه طبعا، هو 20 او 30 يعني عادي. بس ما تخلوش صفر، يعني خليه 30 مثلا بالشكل ده. طالما العنصر كبير من الاخر هنا ومن الاخر هنا، وعنصر اللي تحتيه كبير بالشكل ده، هو مش هيقدر يتحرك معاك خالص. لكن لو جيت هنا وعملته الاين اللي هو الانلاين، وشلت الافكتات دي وصغرته، صغرت العنصر كده زي ما انت شايف، هيقدر ان هو في الكونتينر ده ان انت تحركه ايه، يمين وشمال زي ما انت شايف. خلاص. يعني طالما العنصر فول ويدز كده، يعني من الاول للاخر، وفوق من الاول للاخر، والحاجات دي كده من الاول للاخر، مش هتقدر ان انت تتحكم فيه الشكل خالص، مش هتقدر تتحكم فيه. لكن طالما في مساحات زي ما انت شايف كده في الكونتينر اللي تحت، تقدر انك تتحكم فيه عادي خالص اهو. تتحكم فيه عادي خالص براحتك، تعيش تعيش. انت فاهمني ازاي؟ اهم حاجه عشان تتحكم في العناصر اللي جوه الكونتينر، ان هم يكونوا انلاين، او يعني عنصر محكوم كده مقفول عليه. ما يبقاش عنصر مثلا ما يبقاش عنصر مثلا فور ويدز كده وتقول لي اتحكم فيهم واخليهم ايه، مش هتلاقي اي حاجه اهو. احنا في الكونتينر اهو، مفيش اي حاجه اتحركت. خلاص كده. سامحونا على اي يعني تاخير او
ان احنا مثلا ممكن نعيد المعلومة بشكل مختلف. انا بس عايز المعلومة توصل لك واضحة وامورنا تمام. طيب هنخلي الزرارين، الزرار الاساسي فيهم خليه بلون الهوية بتاعتك، والزرار التاني هتخليه بلون ابيض او لون محايد زي الايه، زي الالوان اللي فوق. هناخد مثلا هنا، فاكر اللون اللي قلت لك عليه شيله اهو استخدمناه، وهنا هتاخد اللون الايه الاسود زي ما انت شايف كده. ده كده اللون بتاع البراند بتاعي مثلا، يعني مثال. اقول له مثلا ابدأ شوف سابقة اعمالي. طيب هل انا محتاج ان انا كل مرة اروح اعمل نفس الموضوع في الستايل واعمل نفس التايبوجرافي والكلام ده كله؟ اقول لك لا. انا ممكن عجبني مثلا ستايل ده، اروح واخد حاجه اسمها كوبي واخليه على العنصر التاني بالشكل ده كوبي ستايل، يبقى انا عملت الكوبي ستايل بتاعه من غير بقى ما اروح على الستايل، من غير ما انا اتعب دماغي او اغير اللون او اغير ايه اي حاجه في الستايل ده. لكن هتحتاج طبعا تغير الكونتنت او تغير الكلام زي ما انت شايف. فهبدأ ان انا عملت طبعا، ريحت دماغي هنا وعملت الخط بتاعي وكل حاجة تمام، بس هبدأ ان انا اغير الكلام اللي موجود هنا واقول له مثلا تواصل معنا. بس ما ينفعش اتنين بنفس الحاجة. فهبدأ ان انا اروح هنا وافكر بمخي، بفكر بمخي. انا عايز الباك جراوند تكون بيضة والكلام اسود، يبقى اروح هنا الباك جراوند بيضة والكلام اسود زي ما انت شايف. طب الاتنين انا عايزهم في حاجة اسمها بوردر ريديوس، مش عايز الحواف بتبقى مثلا تبقى شارب كده زي ما انت شايف. اعملها ازاي؟ هروح هنا على 20، وهروح برضو هنا كل الازرار هتاخد البوردر ريديوس ده زي ما احنا اتفقنا، تبقى هنا كمان 20. خلاص. طبعا بقى انك تزود او تقلل في حجم الخط دي حاجة تابعة ليك وتابعة لفكرك. يعني في ناس تقول لك مثلا ده كده ده مثالي، فهاخد مثلا ايه اللي هنا يبقى انا عملت ايه، اغير الباك جراوند بس اللي هو لون الخلفيه بس. شفت الموضوع سهل؟ موضوع سهل. انت بتبدا ان انت تعرف اتعامل ازاي. هبدا ان انا عايز اشوف افكر ازاي، ومعايا الادوات بتخليني افكر صح. خلاص يا شباب، فده كده الجزء الثاني بتاعنا وخلاص خلصناه. نبدأ ناخد على السريع اللي هو موضوع الجريد. بص، موضوع الجريد ده مفيش أسهل منه. الجريد ده هو للصور، أنا بقول لك للصور. أنت لو عايز تحط مثلا إيه حاجة اسمها عنصر اسمه بوكس، ايمج بوكس بالشكل ده، ممكن انك تكرره مثلا ايه دبليكيت فينزل ايه، يفضل ينزل بيه الشكل ده. استخداماته كمعرض أعمال، استخداماته كمعرض أعمال. يعني مثلا أنا هروح هنا على فليكس بوكس، وأنا عايز أقول لك 99% استخدامك في المواقع هو فليكس بوكس. هتيجي هنا مثلا وتيجي تعمل كونتينر، لازم يكون هنا أسود عشان تحط الكونتينر. وهنروح على الهيدنج. طبعا ازاي هنظبط الهيدنج ده؟ عن طريق لو هو بالطول كده، والله لو اتدنت مش هيجي ايه. لو ثواني كده عشان بص، عشان قلب انلاين مع نفسه. لكن لو هو فول ويدز، لو العنصر ده فول ويدز انسى، انسى. هو زي ما انت شايف، انسى. لكن طالما العنصر نفسه ديفولت او انلاين زي ما انت شايف كده، هنعمل مثلا ديفولت او كاستم، ونخليه مثلا ايه نرجعه تاني كده. تيجي هنا تقدر تحركه زي ما انت عايز. خلاص، انا بس بعيد لك على الحتة دي. تمام. هنلغي العنصر ده تاني معلش، ونبدأ ان احنا نحط ايه الجزء ده كونتينر. عندك العنصر بتاعك هنخليه في النص بالشكل ده، وهنبدأ ان احنا نكتب فيه معرض الأعمال. خلاص، ونبدأ ان احنا نعمل له ايه الستايل بتاعه، خليه لونه اسود. وهنبدأ ان احنا نحط هنا تجوال بالشكل ده. وهبدأ ان انا هعمل ايه زائد جريد، واعمل مثلا ايه المعرض الأعمال. يا سيدي تعالى واعمل هنا ايمج، ممكن تبحث هنا على فكرة ايمج، وتحط الصورة بتاعتك هنا. تبدأ ان انت تعمل دبليكيت، دبليكيت،
دبليكيت مثلا، عندك 6 صور او حاجة، ابدأ اختار كل صورة من هنا، يا ترفع الصورة من على موبايلك او جهازك باللابتوب يعني، او تحط الصور بتاعتك هنا. في تريكايه عايز اقول لك في موضوع الصور ده، ما ينفعش تبقى صورة بالطول وصورة بالعرض، هتبقى الموقع بتاعك درمغانة، اسمها ترتيب ماثودي. يا صورك كلها تبقى بالطول، يا صورك كلها تبقى بالعرض. وصورك دايما لو في صور كتير كلها تبقى نفس المقاس، قول للمصمم بتاعك بتاع اللي هو السوشيال ميديا يخليها نفس المقاس، عشان كلها تبقى ايه بالعرض، زي ما انت شايف كده، تبقى كلها ايه على رتم واحد. فدي صراحة استخدامات الجريد لحد دلوقتي. طبعا هنروح على فليكس بوكس ونعمل اخر مثال عندنا، احنا كده ادينا 3 امثله. نبدا ان احنا نحط العناصر بتاعتنا، لازم تكون في كونتينر، لازم تكون في كونتينر الاول. نبدا ان احنا نروح على ايمج، بعد كده التكست، بعد كده الزرار بتاعنا زي ما احنا شايفين. هنيجي هنا هنروح على اللاي اوت، هنكتب هنا الفي اتش 82 بالشكل ده. العنصر ده او الدنيا دي عايز انزلها تحت، واروح هنا على السنتر سنتر. حلو الكلام. طب هنا ما راحش ليه معاهم؟ علشان ده المفروض يبقى كاستوم، والمفروض يروح بالشكل ده. وساعتها ابدا ان انا اوديه بنفسي تاني، او لو مش عايز يتحرك معاك وديه من خلال السنتر ده. طبعا عملنا نفس المصيبة تاني، وهو ان احنا لازم نروح على structure ونحط العناصر دي تحت تحت العنصر ده، او زي ما انت شايف كده التلاتة ايه تحت بعض بالشكل ده. خلاص. وساعتها هما التلاتة بشكل طبيعي هيخضعوا لمين؟ هيخضعوا لأبوهم اللي هو اللي جايبهم للدنيا. هنخلي هنا 30، وهنخلي هنا الجزء هنخلي هنا الجزء ده فاضي اللي هو من ناحية الصور. خلاص. وهنبدأ إن إحنا نعمل هنا إيه، ألف شكر، ألف شكر على المتابعة، وطبق بإيدك لو سمحت. خلاص. وهنيجي هنا هعمل مثلا ايه، التطبيق بإيدك له 7 فوائد، انا مش عارفهم، انت هتعرف انت هتعرفهم لما تطبق بإيدك. خلاص. وابدأ ان انا اروح هنا، طبعا شكله زفت خالص بس تعال نخليه شكله يلمع. اروح هنا على العنصر الاول ده، وانا عاجبني قوي اللون اللي انا استخدمته في اول محاضرة اللي هو كان اللون ده. اخد درجة اللون دي واعمل لها زائد واخليها لون البراند، او لون عجبك، او لون عجبني. حلو. هنستخدمه فين؟ هنستخدمه في الزرار ده. اروح على البوتون، اروح هنا احط الستايل، واروح حاطط الزرار، وخلص نفسك وخلص دنيتك. خد بالك انت ازاي. وهنا هنعمل الخط بتاعنا تجوال، ونعمل هنا بالشكل ده. واشترك في القناة، هكتب هنا مثلا، لا لازم خط كبير دي، اشترك في القناة وإلا هتحلم حلم وحش حقيقي. طيب ستايل هنا هنروح عاملين ايه، نفس الموضوع اللي هو تاج جوال. خلاص. وهنا طبعا عشان القناة وكده لازم نحط ايه، لازم نحط هنا اللي هو زي ما انت شايف كده، او العكس. هنكتب هنا مثلا ارو او سهم، اختار السهم اللي هو الجميل ده. خلاص. وممكن بدل اللون ده نحط لون اليوتيوب اللي هو العلامة اللي هي اللون الأحمر بالشكل ده. خلاص. ونحسن الشكل اكتر واكتر، ان احنا نحط الدنيا. بص لما مربع قليل شايف، ما اقدرش ان انا اكبر في المربع ده، لكن انت لما تعمله بقى ايه في النص كده، وتيجي هنا في الادفانسد وتعمله فول ويدز بالشكل ده زي ما انت شايف، الموضوع اخد راحته شوية. تمام. طب انا عايز اخليه على مرحلتين، او عايز اخليه على سطرين، ابدا اكبر كده لحد ما ايه بسطرين. او في طريقة تانية بالكود مش عايز اتطرق ليها دلوقتي عشان ما تشتتش. وابدا ان انا هنا طبعا الكلام مش متشاف، هبدا ان انا اعمل ايه،
طب لو انا خدت عنصر اللي هو كوبي، لو عنصر اللي هو هيدنج ده، هل ينفع اعمل هنا اللي هو بيست ستايل؟ لا، ليه؟ البيست ستايل بيبقى من عنصر لاخوه، يعني الهيدنج الهيدنج، ومن التكست اديتور للتكست اديتور، ومن البوتن للبوتن. ما ينفعش انك تاخد حاجه من الهيدنج وتعملها على التكست اديتور. خلاص، فهنضطر ان احنا نعمل ايه؟ الجوال ده. وهضطر ان انا برضو اعمل هنا 600 وهزود بالشكل ده، وكمان اللون بتاع ودي حركه ادفانسد صايعه شويه حقيقه يعني، حركه عاليه قوي يعني. هضطر ان انا اعملها عشان تبقى انت فاهمها. هاخد نفس اللون بتاع اللون ده اللي فوق، ولكن هقلل حاجة اسمها درجة الاوباسيتي شوية. اوباسيتي للون نفسه ممكن تبقى باينة كده. بص، شايف ده واخد من اللون ده. او ان انا اعمل ايه، اخليها عادي بقى خلاص، يعني ازود الدرجة تاني واخليها بالشكل ده. اخليها مثلا بالشكل ده. وعشان هي تكست ممكن نخليها هنا اخرها 400. تمام. وابتدي اعمل هنا الببلش، وكده احنا خلصنا الدرس بتاعنا. اشترك في القناة، فعل زر الجرس، اهتم بدروسك، وابدأ ان انت فورا طبق وابعت. تمام، ان شاء الله نقابلكم في درس جديد، والسلام عليكم.